البنت دي اتجننت، اكيد اتجننت. لا ما تقولش عليا مجنونه يا بابا، ما تقولش عليا مجنونه. انا مش مجنونه يا بابا، حرام عليك. انا مش مجنونه يا بابا، انا مش مجنونه. ورثت عن المرحومه امك كل حاجه حلوه، زي ما تكون صوره بالكربون بالظبط. يا ترى ورثت منها الكلام كمان؟ مبروك مبروك يا احلى عروسه. تفتكري ابوك العمده كان يرضى يجوزني ليكي لو ما كانش خليل بيه وابنه رجعوا في كلامهم في موضوع جوازهم ده؟ من ساعه ما ابتديتي كده تتوهي وتسرحي وتنسي الدنيا وتقعدي لوحدك وما تكلميش حد. ماما ليه سبتيني؟ ليه؟ فاكرة يا قمر؟ هي امك فين؟ سابتك لوحدك كتير كده ليه؟ اهو انت كده تفضلي ساكتة ساكتة، ولما تنطقي تقولي كلام زي السم. خليكي ساكتة احسن. الله، دي منيرة مالك؟ هي اتعشت ولا لسه؟ مش واخدة بالي. طب خدي ربعي مرتضى على بال ما اجيب لها لقمة تاكلها.
انا مش قلت لك تلبسي اسود؟ ليه؟ ليه؟ حمدي جوز اختك مات يا مفيدة. ازاي بقى؟ اذا كان حمدي لسه مش عجوز. يا حبيبتي حمدي جوز اختك مات في الحرب، وانتي رحت البلد في العزا معايا. يا خسارة، ليلى ما خلفتش غير ولد وحداني. صح، عشان كده انا رأيي ان ليلى وشريف ابنها يجوا يعيشوا معانا. ايه رأيك؟ كويس. وهو شريف يلعب مع ميرفت. لا يا شريف ما تشوتش، ميرفت هي اللي هتشوت عشان هي البنت. يلا يا حبايبي روحوا العبوا في الطرق. ها لا لا ميعاد رضعة ماجدة يا مفيد. فاكر. بس الهمزة دي على السطر يا حبيبي. 4 في 4 ب8، 4 في 4 ب16. مش حقنا نودي مفيدة للدكتور؟ الدكتور ليه؟ اذا كانت مفيدة نفسها مش حاسة انها مش طبيعية. وبعدين نوديها للدكتور عشان يوديها مستشفى من مستشفيات المجانين، ومفيدة نفسها تحس انها مجنونة، او احنا اهلها بنتهمها بالجنان. شوفي بقى حالتها تتلخبط ازاي اكتر واكتر يعني. انت ليه بتسميه دكتور مجانين؟ ليه مصر انك تستعمل كلمة جنان كتير؟ مع انك شفت في التلفزيون الدكتور وهو بيشرح حالة زي حالة مفيدة قال ان علاجها اسمه الطب النفسي. ما هو طبيعي ان اي حاجة وحشة لازم يحلوها ويجملوها ويهونوها على الناس، انما الناس كلها عارفة ان دول دكاترة مجانين. الدكاترة نفسهم بيسموها حالات امراض عقلية مش نفسية. خلاص يا سيدي سميها زي ما تسميها، المهم انه مرض زي بقية الامراض، ودلوقتي بيتعالج بالادوية. يمكن حالة مفيدة مش هتتحسن 100%، انما على الاقل هيحد من انها تتدهور اكتر، وهيمنع الخطورة اللي تسببها لنفسها وللي حواليها. تصبح على خير. برضه ما ريحتنيش. هفكر. مفيدة مفيدة، خدي ميعاد رضعة ماجدة. ابويا وامي الله يرحمهم وحشوني قوي، نفسي اشوفهم. لو حد سأل عليا في التليفون خليهم يطلبوني بعد ربع ساعة، انا يا دوب هتوضى واصلي. هتفتكر يا مفيدة؟ ماما ماما وحشتيني، هتجيلي؟ ها؟ اجيلك؟ أنا جاية لك يا أمي.
يعني انت ترضي ان شغاله تربي ابنك او ولاد اختك؟ ما هو البركه فيك. لا لا لا، انا شغلي واخدني ليل ونهار، ماجدة وميرفت بالذات عايزين حد تبقى عينيه عليهم على طول. مفيش غير حل واحد، انا ارجع شقتي اللي كنت عايشه فيها انا والمرحوم جوزي، وعيش فيها انا وابني شريف. على الاقل ميرفت وماجدة ممكن يجوا يعيشوا معايا فيها. وعشان البيت من غير راجل ده كلام؟ معقوله يا ليلى؟ وبعدين يرضيكي يعني ان الاخوات يتفرقوا كل واحد يبقى في حته؟ لا طبعا. امال عايز ايه؟ عايز تتجوز وتدخل عليهم مرات اب؟ اعوذ بالله، مرات اب غريبه؟ مرفوض يا ليلى. احنا ما قدمناش غير حل واحد، انا وانتي نتجوز. عقبالكم يا بنات. عقبالك ايه ده؟ شريف كده حد؟ ابي شريف لو سمحت. عقبالك يا ابي شريف. لا ابي دي للبنت ماجدة لانها اصغر مننا، انما انت قد في السن. بنت في عينك يا ابي. ايه بتصوروا؟ يلا استنى مرتضى. استنى بس. لسه عايزه بيها. قال يعني هيصور. يا عم خلصنا بقى، خلصنا، ما كانتش الصوره دي. شريف وميرفت وماجدة يستأذنوا المرة دي. كفاية بابا وماما ليلى مع العروسة والعريس. باين عليه كان بيتذوق من محاضرات التصوير اللي فيها اكثر من 4 اشخاص. يلا بينا. عندك حق. مظبوط يا عم. طارق، عمي عبد المجيد ناصر المحامي. طارق الحفني من اكبر رجال السياحه. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مبروك يا طارق. الله يبارك في حضرتك يا فندم. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. ويا ترى بتشتغل في اي منطقه سياحيه؟ أنا بشتغل في الصعيد يا فندم، في فندق عايم في النيل، بيعمل رحلات سياحية بين الأقصر والبلاد اللي حواليها اللي فيها الآثار يعني. وهتستحملي ابعاده عنك ازاي يا عروسه؟ رجلي على رجله يا عم، ما انا عايش معاه على المركب. لا ده انت ناوي على شهر عسل مستمر بقى. ما هو لازم حضرتك تبقى تيجي تزورنا، ده رحلة المركب جميلة جدا. وبالمره تبقى تيجي تزورنا انا كمان يا عم. ايه ده؟ انت ناوي تقف معاهم وتجلس على نفسك ولا ايه؟ لا يا عمي، أنا هسافر البحر الأحمر وهعيش هناك، هتعلم الغطس وأصور تحت المية. ايه الحكايه يا صلاح بيه؟ نعم، هم الولاد بيهجوا من سعادتك ليه؟ شارب شاي بلبن. هما منعوه ولا ايه؟ اصل انا كنت واقف باكل كلبانه جزر. كلبانة؟ ايوه. مين كلبانة دي؟ صاحبتك؟ الارنبه صاحبتي اللي في جنينه الحيوانات، وفجاه لقيته ورايا. ومين ده؟ الاسد ما ادريش بقى غير وانا في اوضه والناس بتسوقني. هتسجل مش هتسجل ومش هتشتغل معايا، وبكره هجيب ممثل تاني غيرك يا استاذ سرحان. يا استاذ علاء لا ده انت بدي حظوظ، ده انا استحملت كتير جدا. بكره اجيب ممثل تاني مش هتشتغل معايا بعد كده. مساء الخير يا مجدي. يا بابا خضتني، حضرتك ما خبطتش ليه؟ انا خبطت مرتين. ما سمعتش ولا حسيت بحضرتك خالص. معلش يا حبيبتي، معلش، حصل خير. انت قاعده لوحدك ليه؟ ابدا يا بابا. طب ليه مش بتتفرجي على المسرحيه بره؟ ماليش مزاج يعني. دي المسرحيه اللي انت بتحبيها، ده انت ما بتبطليش ضحك لما تتفرجي عليها. كمان يا بابا انا هسيب مذاكرتي يعني عشان اروح اقعد اضحك يعني. يا حبيبتي وانت قاعده بتذاكري. خلاص يا بابا حاضر، خلاص انا حاجه اتفرج. اتفضل. تعالي. وبعدين والده اشتغل عليه هو. وبعدين الحمار مات فبقى والده هو اللي ما عندوش حنطور هو. عنده جزمة. خليه ياخدك وراه على الجزمة.
يعني انت واخدها وراك على الجزمه بقى ومعلق فل في النعل، يعني واخد بالك كده. يا محمد والنبي عايز احكي حاجه. ماجدة؟ ايه يا بنتي؟ ايه مالك؟ معلش حصل خير ما تتخضيش، معلش. انا مش عارف انت بقيتي تتخضي كتير قوي اليومين دول ليه؟ ما انتوا كلكم ما بالكوش حس، مره واحده الاقيكم قدامي على غفله. ايه ده؟ انت ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ انا ما صحيتش يا بابا، انا لسه ما نمتش اصلا. ما نمتيش الساعه 4 الصبح لحد دلوقتي؟ ايوه يمكن عشان لسه ما اكلتش، جعانه. طب وما اكلتيش ليه يا بنتي؟ ما احنا قعدنا نتحايل عليك عشان تاكلي لقمه معانا. ما كنتش جعانه يا بابا، ما كانش ليا نفس ساعتها. امال ليكي نفس تاكلي اكل ساقع من التلاجة؟ ما تفرقش يا بابا، كله اكل وخلاص. ازاي يا بنتي تفرق في الطعم حاجه ساقعه وحاجه متسخنه؟ يا بابا ما تفرقش. يا خبر يا ماجدة، انت لسه ما لبستيش؟ انت كل يوم على ده الحال؟ ايه اللي مضايقك؟ في حاجه مضايقاكي في المدرسه؟ في المدرسه؟ لا طبعا مفيش حاجه. امال ايه الحركات العيالي بقى اللي انت بتعمليها دي؟ مش عايزه تروح المدرسه ليه؟ مفيش يا بابا. مين قال لحضرتك ان انا مش عايزه؟ ما انت مش عايزه تروح، حكايتك ايه بالظبط يا ماجده؟ بنسى يا بابا، بنسى حكايه المدرسه دي خالص. تنسي حكايه المدرسه؟ هو استعباط ولا استهبال يا ماجده؟ قومي يا ليلى، قومي خديها وديها الحمام، حميها ولبسيها زي العيال الصغيرين، يلا ونشوف اخرة الدلع المرق ده ايه. مدرسين ماجدة اكدوا عليا ابلغ حضرتك انها ما بتجاوبش على اي سؤال في الفصل، ولما طلبوا منها تعمل واجبات في البيت عشان تضطر تذاكر ما عملتش ولا واجب. يا نهار اسود، امال طول النهار قافله على روحها الباب وبتقول انها بتذاكر، بتعمل ايه دي؟ انت بتذاكري يا ماجده؟ لا يا بابا، بكتب خواطر. خواطر؟ يوميات يعني، مذكرات. وده وقت مذكرات يا بنتي؟ مش تذاكري لك كلمتين احسن؟ ما انا موريش مذاكره. المدرسين بيقولوا انك ما بتذاكريش. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ لا طبعا بذاكر. والواجبات اللي بيدوها لك ما بتعمليهاش ليه؟ واجبات ايه يا بابا؟ يعني ما ادوكيش واجبات تعمليها؟ مش فاكره ازاي بس؟ انت بتستعبطي ولا ايه يا ماجده؟ مش بستعبط ولا حاجه يا بابا، مش فاكره. يمكن مش فاكره ازاي؟ بنسى عشان كده بكتب يومياتي في الاجنده عشان ما انساش اللي بيحصل لي. طب ما كتبتيش في الاجنده ليه ان وراكي مذاكره؟ خلاص يبقى من هنا ورايح تاخدي الاجنده دي معاكي المدرسه، تكتبي فيها كل واجبات وكل المذاكره المفروض تعمليها. يلا يا ماجده اطلعي ذاكري بره مع ميرفت وشريف. اقل ما فيها لما يبقى في حاجه صعبه تقدروا تساليهم. انت ما بقيتيش صغيره يا ماجده. اصل دلوقتي متاخر قوي وبصراحه كابس عليا النوم. بكره بقى يا بابا، بكره. اقعدي هنا وذاكري مع اختك. اقعدي الله يهديكي. كتبتي الواجبات اللي عليكي؟ نسيت. هقول ايه؟ ذاكري في اي حاجه يا بنتي، افتحي اي حاجه، ذاكري في اي حاجه. ممكن يا ميرفت تاخدي الواجبات اللي على ماجدة من المدرسين بتوعها؟ حاضر. ايه ده يا ماجدة؟ انت هتعرفي تقري تحت الترابيزة؟ مش ضلمة عندك يا حبيبتي؟ مش مهم. مش مهم ازاي؟ بطلي دلع بقى واطلعي اقعدي على كرسيكي عشان تعرفي تذاكري في النور.
يلا يا ماجدة اطلعي. اطلعي لوحدك بدل ما اطلعك بالعافيه. مش طالعه مش طالعه مش طالعه. ها طيب خلاص زي ما انت عايزه. الولاد بيذاكروا الحمد لله. ازيكم يا ولاد؟ ماجدة نامت ولا ايه؟ امال هي فين؟ انتي هنا يا ماجدة؟ لا انا ميرفت يا ماما ليلى. هي ماجدة نامت معاكي ولا ايه؟ لا اشمعنى؟ اصلي مش لاقياها في اوضتها، هدور عليها بره. في ايه يا ماما ليلى؟ اختك مش في البيت. نعم؟ يعني ايه مش في البيت؟ دورت عليها في كل حتة مش لاقياها. في ايه يا ماما؟ في ايه يا عم؟ لقيتها يا بابا، خلاص لقيتها. إذا كانت بقى بتتلائم فأنا بقى هبقى قلقان منها. مش هي بتتحجج إنها مش عايزة تخرج من تحت السرير عشان ما تروحش المدرسة؟ ماشي، أنا هريحها وهريح دماغي، مش هخرجها من البيت خالص أما أشوف بقى مين اللي قلقان من التاني. ما تريحيني يا ماجدة وقولي لي في ايه؟ بقالي ساعة بتحايل عليك. مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي وانت موتة روحك من العياط بالشكل ده؟ جارنا ماله؟ بيكلمني في التليفون لما انتي تبقي في المدرسة وبابا في الشغل. عشان كده دايما مغمومة وحابسة روحك، عشان مش عايزة تبعدي عن حبيب القلب. ابدا والله يا بابا، انا بكرهه ومش طايقاه، هو اللي مش سايبني في حالي. مش عارفه اخلص منه ازاي. انا هخلصك منه وهخلص عليه كمان. هو مين يا ماجدة؟ انطقي، هو مين؟ هو الساكن الجديد اللي ساكن في الشقه اللي قصادنا. يا فندم فهمني ايه بس الحكايه؟ هفهمك افهم بس ايه الحكايه؟ استنى عندك. الله، ماجدة انت يا ماجدة، هفهم حضرتك حالك. افهم الحكايه ايه؟ هو ده يا فندي؟ ايوه بابا هو. مش هو عيب. ده ايه يا فندم؟ مش عيب عليك يا فندي تبقى طويل عريض وشحط في سنك ومتجوز وتعاكس بنت تلميذه صغيره قد دي؟ انا ما شفتهاش الا غير مره واحده بس في حياتي. يا سلام، كنت واقف في الشباك لا بيا ولا عليا، طلعت البلكونه بصيت لقيتها بتعمل لي حركات كده غريبه. فهي اللي بتعمل لك حركات غريبه. ايوه يا فندم. لا يا ماما ما تصدقهوش، ده حضرتك لما بتنزل على طول في الشغل هو بيقعد يكلمني في التليفون دايما. وبتكلمها في التليفون كمان؟ اكيد في حد تاني هو اللي بيكلمها، بس انا مش فاهم ايه اللي مدخلها في دماغها ان انا اللي بكلمها. لا انت اللي بتتكلم. بأمارة ما قلت لي انك هتطلق مراتك المضيفه وقلت لي كمان اجي لك الشقه وهي مسافره. انت مراتك مضيفه؟ ايوه يا فندم، بس أيوة. مش معنى كده ان انا هحكي لها يعني. ومش عيب عليك يا حيوان تعاكس بنت بالشكل ده؟ يا راجل يا مجنون انت وانت.
يعني ما كلمكيش قبل كده؟ ما حصلش. وانا عمري ما قلت انه كلمني في التليفون، ولا جبت سيره بابا ولا لميرفت اختي انه بيكلمني. النهارده كمان اول مره اسمع عنه او اشوفه. عليه العوض. البنت ورثت الجنان عن امها. لا، ما تقولش عليا مجنونه يا بابا، ما تقولش عليا مجنونه. انا مش مجنونه يا بابا، حرام عليك. انا مش مجنونه يا بابا، انا مش مجنونه. ورثت الجنان عن امها. السؤال دلوقتي، يا ترى ماجدة كدبت ولا مش دارية باللي بتعمله ولا ايه؟ يعني كلام بابا صح؟ او يمكن في حاجة مسيطرة عليها واحنا مش عارفينها. ايوه يا شريف. انا مرة سمعتها بتصرخ وقامت مفزوعة من النوم. لما سألتها مالك قالت لي بحلم حلم وحش قوي وما رضيتش تحكي لي عليه. غريبة. شريف انا خايفة قوي. انت ايدك ساعة قوي. خايفة يا شريف. رابع مرة ماما تجيلي في المنام غرقانة في دمها، وتقولي ان طنط ليلى هي اللي قتلتها عشان يخلالها الجو مع بابا. لو حصل لي اي حاجة يبقى خالتي هي السبب، عشان عرفت اني عرفت وخايفة اكشف سرها. يلا يا ماجدة عشان تتغدي. هو ميرفت وشريف اتأخروا ليه؟ النهارده الاثنين ميعاد مجموعة الكيمياء. النهارده الاثنين؟ طب وبابا؟ هو كمان يمكن يتأخر. اتكلم من الشغل وقال انه مش ضامن هيجي امتى. تعالى انا وانتي ناكل وهما لما يجوا ياكلوا. طب يا طنط اتغدى انتي بقى وانا هبقى استنى ميرفت وشريف. وتجوعي نفسك ليه؟ كلي وبعدين نامي. انتي ما نمتيش الا قرب الفجر. لا انا هنام دلوقتي وبعدين لما اصحى ابقى اكل بقى على مهلي. ما انتي هتنامي، الاكل جاهز، كلي وبعدين نامي. مش عاوزه اكل لوحدي. ما انا هاكل معاكي يا حبيبتي. بقى قصدي عايزه اكل مع اختي، يعني ما بحبش اكل من غيرها. ما انتي كل يوم هتاكلي معاها. حضرتك مصممه ليه تخليني اكل دلوقتي؟ وانتي ليه مصممه تجوعي نفسك؟ مش جعانه انا. ما هو مش طبيعي انك ما تجوعيش لغايه دلوقتي، الساعه 3:30. نفسي مسدوده. ليه يا حبيبتي؟ حاسه بحاجه؟ في حاجه مضايقاكي؟ انا مش مضايقني غير انك مصممه تاكليني غصب عني. هي الحكايه عافيه ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه يا جماعه صوتكم جايب لحد الشارع؟ انتوا على طول خناق كده؟ تتخانقوا على الغدا؟ ميعاد الغدا ايه كله وخلاص. قول لها يا سيدي دي تعبت قلبي. قال ايه عايزه تستنى اخواتها؟ انا ماليش غير اخت واحده في مصر. وشريف مش اخوكي برضه؟ لا شريف ابن خالتي. خالتك؟ ايوه انت خالتي هو ابن خالتي. جرايه يا بنت انت؟ ايه قله الادب بتاعتك دي؟ ازاي تقولي لها انت؟ مفيش حاجه اسمها حضرتك. معلش يا صلاح مش قصدها. انا مش فاهمه هي ليه مصممه تاكلني لوحدي، وخصوصا مفيش حد غيرنا انا وهي في البيت. انا مش فاهمه ايه الطلاسم اللي بتقولها دي. خلاص يا ستي، احنا ناكل ولما تيجي ميرفت اختها تبقى تاكل معاها. طبعا. وحضرتك يهمك ايه جوع ولا اتحرق حتى؟ يا بنتي بتكلميني باللهجه دي ازاي؟ انت اتجننتي؟ اتجننت. مش انتوا نفسكم تطلعوني مجنونه زي ماما وتعملوا معايا زي اللي عملتوه معاها؟ احنا عملنا ايه معاها يا ماجدة؟ خلاص ولا حاجه. انا هقعد اكل معاك يا بابا والعمر واحد بقى. ايه العمر واحد؟ انت بتخرفي يا بنت. الله، وانا اقول هاكل ما عجبش، اقول مش هاكل برضه ما عجبش. ايه الحكايه تلكيك ولا ايه بقى؟ انت كمان بتعلي صوتك عليا؟ هعلي حتى يوم اللي انا عايزاه، وادي الاكل اللي اكلته ايه يا انت اتجننت يا بنت، انت ما حدش قادر يشكمك. جننتيني.
ايه؟ في ايه؟ حصل ايه؟ اطمن يا اخويا، حاولت الانتحار لكن ربنا ستر. ما فيش اي خطوره على حاجه. طب واخدينها بالاسعاف في المستشفى ليه؟ ما تزعلش ليه؟ لازم مصحه نفسيه فورا. مصحه. شريف. نعم. المفتاح في العربيه، خدهم وحصلوني بسرعه. حاضر يا عم. يلا يا ماما. يلا يا عم. شريف، ايه ده؟ انت طلعت عيالة قوي. ده مش قادر تخش معانا. لو كنت دخلت معاكم كان قلبي وقف. لا لا لا، احنا عايزين قلبك. ده وقت هزار برضه يا شريف. على العموم جت سليمه. هما بس هيحجزوها كام يوم كده تحت الملاحظه. ملاحظة؟ شريف، احنا لازم نكلم مرتضى ومنيرة يجي يشوفوا ماجدة. طب ليه نقلقهم بس؟ دي واحده في الاقصر والتاني في البحر الاحمر، يعني على ما يجي يكون هي خرجت بالسلامه. معلش، برضه لازم. لازم ليه؟ مش عارفة. ممكن بقى تطلع الحكايه دي من دماغك ونروح نذاكر لنا كلمتين. دي ثانويه عامه. يلا يلا يا مير. يا ساتر، ايه التبليمه اللي انتوا فيها دي؟ عملتوا ايه في الامتحان يا ولاد؟ الحمد لله يا عمي، كويس، ما تقلقش. وانت يا ميرفت؟ كويس. الحمد لله. طببتوا قلبي يا ولاد، حرام عليكم. ايوه يا استاذ صلاح، انا الدكتور يحيى. اهلا اهلا. شوف يا سيدي، انا عاوز اقول لك ان ماجده اصبحت دلوقتي عال العال، ما بتشتكيش من اي حاجه عضويه ابدا، لا خالص. بس يعني زي ما تقول كده ان اللي حصل لها ده اثر شويه على اعصابها. رايي انها تفضل شويه في المصحه النفسيه. لا 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 لا، ما تفتكرش كده يا راجل، لا دي حاجه بسيطه وعاديه جدا. انا عاوز اقول لك حاجه، انت تسيب لي ماجده شويه. لازم تعتبر ان ماجده دي زي بنتي، مش بنتك انت بس. زي ما قلت بالظبط، مجموعك فوق 90% يا ولد. بجد يا عمي؟ حلاوتك يا عم. اكسب عقلك، ابعد عني، بلتني بيتك دي. المهم جبت كام؟ 93% يا عبقري. الله. احمدك يا رب واشكر فضلك. طب وميرفت يا صلاح؟ ميرفت بيضت وشنا. ميرفت جابت 85%. مبروك يا حبيبي، مبروك. مبروك يا ميرفت. يبقى ان شاء الله هخش كليه الطب وانا اللي هعالج ماجده. انت زعلتي يا حبيبتي لما جت سيره ماجده؟ وانت يا ميرفت بقى ناويه تخشي كليه ايه؟ مجموعي مش هيدخلني الطب. كان نفسي ادخل الطب واتخصص امراض نفسيه وعصبيه. اطمني يا حبيبتي، ما هو شريف هيبقى دكتور وهيعالج ماجده. طب ما تقدري تخشي الهندسه او اقتصاد وعلوم سياسيه وتبقي سفيره، والاتنين احسن من بعض. والله يا ميرفت السلك الدبلوماسي يليق عليكي خالص. انا هعيد الثانويه العامه عشان ادخل الطب. بس يا حبيبتي في ناس لما بتعيد السنه بتجيب مجموع اقل. يعني معقوله الفلوس اللي دفعتها دي كلها في الدروس الخصوصيه تروح كده هدر؟ غير الفلوس اللي لسه هدفعها تاني لو عدت السنه. معقوله يا ميرفت؟ حاولت معاها ما فيش فايده. يا تعيد السنه عشان تدخل كليه الطب، يا تدخل اداب علم نفس. حظي كده في ولادي. ابني الوحيد يطلع مصوراتي وفين في البحر الاحمر، والبنت عايزه تطلع مدرسه، ويا ريت مدرسه من اللي بيدوا دروس خصوصيه وعندهم. خلاص بقى يا صلاح، سيبها تدخل اداب علم نفس على مزاجها، ما تخافش على مستقبلها قوي كده.
وحشتيني يا بنتي، وحشتيني. ازيك؟ كويس. وحشتيني يا ماجدة، وحشتيني قوي. ازيك حبيبتي؟ ايه يا ابني اتخضيت ليه؟ ما زي اختك. بس الحمد لله صحتك بتقول انك بقيتي كويسه، مش كده؟ قوي كويسه قوي. يا ده زي الفل وزي القمر اهو. تعالي حبيبتي، يلا يا جماعه تعالي. هروح معاكم؟ لسه شويه يا حبيبتي، لسه. ليه؟ هو انا هنا من امتى؟ ما تقلقش، دي حالة مؤقتة سببها جلسة الكهرباء اللي أخدتها امبارح بالليل. هي بتاخد جلسات كهرباء؟ جلسات الكهرباء دي ما بتحسش بيها خالص لأنها بتخدر قبلها. اصلنا بنشوف في الافلام القديمه انهم بيستعملوا جلسات الكهرباء في عقاب المرضى وتعذيب المساجين، حاجات زي كده يعني. يا مدام الطب النفسي تطور جدا، وصدقيني ماجدة ما بتحسش بأي ألم من الجلسات دي. طب والنسيان اللي عندها ده؟ برضه من جلسات الكهرباء، لأنها بتسبب فقدان ذاكرة جزئي، لكن للحاجات اللي حصلت قريب بس، وده كويس لأنه بينسيها الأوهام المرضية اللي كانت بتتخيلها قبل العلاج على طول. وهي جلسات الكهرباء دي لابد منها يا دكتور؟ ضروري، لأنها أسرع علاج للخلل الكيميائي والكهربائي اللي بيحصل للمخ واللي بتنشأ عنه أعراض المرض. كمان جلسات الكهرباء تعتبر أسرع علاج لحالات الاكتئاب. هي ماجدة عندها ايه بالظبط يا دكتور؟ ماجدة مصابة بسكيزوفرينيا، اللي بيقولوا عليها الشيزوفرينيا، يعني الفصام، لكن غالبا الفصام ده من النوع القابل للتحسن. سبحان الله، ورثت عن المرحومة أمك كل حاجة حلوة، زي ما تكون صورة بالكربون بالظبط. تصبحي على خير يا حبيبتي. يا ترى ورثت منها الجنان كمان؟ بتقولي ايه يا ميرفت؟ بقول ربنا يرحمها. يرحمنا جميعا. ومرض السكيزوفرينيا أو الفصام عبارة عن اضطراب في العواطف أو في السلوك، وأحيانا في الاتنين مع بعض. ومن أعراضه وجود أنماط تفكير مشوشة وغريبة ومتحجرة تماما، وكذلك ردود فعل عاطفية غير مناسبة إطلاقا للموقف، وعجز في القدرة على الإحساس. أيوة يا أنسة؟ ممكن لو سمحت نتكلم عن وراثة مرض الشيزوفرينيا؟ نتكلم في موضوع الوراثة. دراسة التوائم تشير إلى احتمال وراثة هذا الاستعداد، لكن يختلف احتمال وراثة هذا الاستعداد حسب درجة القرابة ونوع الفصام. كلام الأستاذ معناه إن احنا اللي هنروح المورستان. يا ساتر يا رب، مورستان مرة واحدة؟ ليه بقى؟ الوراثة مش أمي اللي هي خالفة فضل عياها مزمن لحد ما انتحرت. كلام الأستاذ بتاعك ما ينطبقش إلا على التوائم اللي من بويضة واحدة بس. في الحالة دي النسبة ما تزيدش عن 40%. أنا هروح الأقصر أزور أخت منيرة. فسحة بقى ولا وسوسة؟ وسوسة طبعا. أنا وأنت هنحط منيرة تحت الميكروسكوب وندور على أي علامات جنان في تصرفاتها. 1927 المقرر قيامه الساعة 7 قايم من رصيف 3.
صممت على ما قدرت تقنع بابا. والمشرف على الرحله دوخنا على موافق اننا نجيلكم. وانتي اخر اخبارك ايه يا منيره؟ اول ما جيت هنا خصصت وقتي كله في تقويه الانجليزي بتاعي، واشتغلت ليل نهار على الكتب والقواميس والكاسيت، وهاتك يا تمرين مع كل الاجانب اللي على المركب. الشهاده لله هي رفعت راسي. الكل هنا بيتكلم عن موهبتها الفذه في التعامل مع الناس ومن كل الجنسيات. عندها قدره غريبه جدا على ارضائهم مهما اختلفت طبيعتهم، لدرجه بقى ان صاحبه المركب وعدتني ان هي هترقيها، هتخليها مديره للعلاقات العامه. طبعا لانها حست ان منيره شخصيه فذه جدا وشخصيه اجتماعيه من الطراز الاول. اوف كورس، ست عندها نظر. ما احنا بكره هنروح لهم البحر الاحمر مع منيره وطارق عشان تتاكدي بنفسك ان ما ورثت حاجه. مش يمكن تدور عليا انا؟ هو مرتضى ما بيتصلش بيك يا منيره؟ ازاي بقى؟ ده بيتصل بيا كل اسبوع وبنقعد نلغي بالساعات. على فكره ده عامل المعرض للصور اللي مصورها تحت الميه، وعازمني انا وطارق يوم الجمعه. على فكره يا شيخ، ايه رايك ما تيجي تستاذن من استاذ الرحله دوت ونروح نشوف معرض مرتضى ونرجع في نفس اليوم؟ والله فكره هايله. انا ما كانش حقي اوافق ابدا الولاد يسافروا الاقصر ويسيبونا لوحدينا هنا. بالعكس، اللي انت عملته ده هو عين العقل. خليهم يتفسحوا لهم يومين ويخرجوا بره الجو اللي احنا عايشين فيه ده، وهي فرصه كمان انك تريح اعصابك. مش قادر يا ليلى، مش قادر. انت فكرك سهل عليا ان اشوف بنتي قدام عيني بتقرب خطوه بخطوه من مصير امها، وانا مش قادر اعمل لها حاجه. انا ما بنامش يا ليلى، انا عايش في رعب، قلق وخوف. من كل لحظه والتانيه لا يجيني خبر وحش بيصيب حد من ولادي، اللي عايشه في مركب واللي عايش تحت الميه. احنا عيله بنصابه يا ليلى، عيله بنصابه. بيتكم مش الواحد لو اتجوز واحده اجنبيه زي دي كان يحسن الناس في عيلتنا شويه. يا سلام، بنات عيلتنا مفيش احلى منها يا اخويا. واضح انك مبسوط قوي وسط الامارات دول. طبعا. الحكايه مش حكايه امارات، المهم ان هم بيدفعوا لي كويس. هم كمان بيدفعوا لك؟ هنيالك يا عم. طبعا مش ابن خالتك بقى غطاس ما حصلش. كل الامارات اللي هنا تلامذتي بعلمهم الغطس وبيدوني بالساعه. لا وايه، بالدولار ما يدير. والتصوير راحت عليه خلاص ولا ايه؟ الله يا مرتضى، حلوه قوي الصوره دي. بس دي سمكه دي ولا ايه؟ طبعا سمكه، مش ضفدعه اكيد. بص دي. حلوه قوي. انت اللي مصور دي؟ ايوه. ميرفت، شفت السمكات الصغيره دي؟ نعم. تعالى بص هنا. مرتضى، ده حقيقي ده ولا ايه؟ انت اللي صايده؟ بلاش تهريج بقى يا اخي، تعالى. دي يعني للاكل العيش. بس فيها شغل برضه بس معاك. الشمسيه دي بجد؟ تحت المايه بجد؟ طبعا. شايف الالوان جميله ازاي؟ ولا الاضاءه والتكوين كمان هايل. على فكره اخوكي ده بقى مصور هايل. طبعا، مش اخويا؟ ثواني بيجيلكوا على طول. براحتك يا مرتضى. يا ريت بقى تكوني اطمنتي ان مرتضى ولا منعزل ولا حاجه. بالعكس، ده عايش احسن من الناس اللي عايشين في القاهره. يا بخته. يعني لو انا وانت اتجوزنا هنخلف عيل مجنون. ده هيورث الجنان من ناحيتين، من ناحيتي لانها امي ومن ناحيتك لانها خالتك. لا طبعا، لان لو انا وانت اتجوزنا مش هيبقى في حياتنا غير كل سعاده. ذكائك وجمالك ورقتك هيبعدوا عن بيتنا كل الشر والهم. حبيبي يا ابن خالتي. أنا شايف إن ماجدة اتحسنت وحالتها والحمد لله بقت مستقرة، وقدرنا نتوصل لنوع العلاج اللي ممكن تاخده وتمشي عليه مدة طويلة وكميته، فما بقاش في داعي يعني إنها تقعد أكتر من كده في المصحة.
والعلاج هيبقى عبارة عن ايه يا دكتور؟ قرصين ضد الفصام وقرص ضد الاكتئاب وحبايه مهدئه قبل النوم وبس. طب والمدرسة يا دكتور؟ زي ما قلت لكم في اول العلاج، جلسات الكهرباء دي هتنسيها المعلومات اللي حصلتها قبل ما يشتد عليها المرض على طول، وكمان هتسبب لها ضعف في القدرة على التركيز. علشان كده انا هديها شهادة مرضية ومفيش داعي تنزل المدرسة على طول. يعني ما تعملش حاجة خالص يا دكتور؟ لا طبعا، انا عاوزها تذاكر كل يوم بس مدة قصيرة علشان تنشط ذاكرتها وتقوي تركيزها بالتدريج. مبروك صلاح بيه. الله يبارك فيك يا سيدي، شكرا. مبروك عليك يا دكتور شريف. الله يبارك فيك يا عم. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. عربيه مره واحده اقل ما فيها يا اخي اهو تنفعك انت وميرفت وانتوا رايحين وجايين من الجامعه. طب حضرتك كنت تكتبها باسمك او باسم ميرفت. يا راجل هو في فرق بينك وبين ميرفت؟ انت واد مش ابني زي ما هي ميرفت بنتي بالظبط. ربنا ما يحرمنا منك يا رب. يلا فسحنا بقى، وريني بتعرف تسوق ولا هتخرشمنا؟ لا بعرف طبعا. اتفضل يا عم. ما شاء الله. تفتكر قدام شوية ماجدة ممكن تعيش حياتها بشكل طبيعي ولا هتفضل على طول حمل على اللي هتعيش معاه؟ لا ان شاء الله مش هتكون حمل ولا حاجه. وبعض انواع الانفصام للاسف بتبقى مزمنه. يعني اللي حواليها يبقى لازم يكونوا فاهمين مشكلتها، عارفين هي محتاجة ايه بالظبط، ومقدرين ان طاقتها على احتمال الضغوط على قدها. تمام يا عم. والله يا شريف يا ابني انا خايف على ماجدة، خايف ان ده يبقى صعب يتحقق، خصوصا لما ربنا يفتكرني. لا ما تقولش كده يا عم، ربنا يديك طول العمر. انا لو مت اخواتها كل واحد هيبقى مشغول في مشاكله وفي همومه، انت عارف الحياة كلها مشاكل يا شريف. واذا فرض ولقينا حد يتجوز ماجدة، اضمن منين انه ممكن يبقى فاهم مشكلتها؟ وحتى اذا فهم مشكلتها اضمن منين انه ممكن يتحملها؟ ما تحملش هم يا عم، انا هتابع حالتها دايما، دي اقل حاجة ارد بيها جزء من جمايلك عليا. الظاهر يا شريف يا ابني ان ماجدة احسن زوج ليها يبقى دكتور يقدر يلقط على طول اي لخبطة تحصل لها مهما كانت بسيطة، وبالتالي يلحق يعمل لها اللازم قبل الحالة ما تتأخر. ده غير بقى انه هيبقى فاهم نوع الحياة اللي لازم ماجدة تعيشها، يوم ما يطلبش منها اكتر من اللي تقدر عليه ويشيل عنها حمل اي ضغط لازم تبعد عنه. ده وقت تفكير في الجواز. الانسان العاقل لازم يفكر في المستقبل طول الوقت، بس لازم ما نشغلش ماجدة بترتيبات خطوبة وجواز قبل ما تتحسن حالتها. ما تتحججيش بحكاية حالة ماجدة اليومين دول، وانا يعني قلت تتجوز شريف النهاردة؟ وكمان شريف في كلية الطب، ودي كلية صعبة جدا، ولازم ما ينشغلش عن انه يتفرغ لمذاكرة دروسه بالتفكير في المسألة دي. وماله يا ليلى لما تتخطب له؟ اهي هتبقى دايما معاه وتحت حمايته، وعواطفها كلها هتتركز فيه هو وبس، يقوم حتى ما تتكررش تاني مشكلة زي مشكلة جارنا اللي تهيأ لها انه كان عاوز يعمل معاها علاقة. مين الكذاب اللي قال لحضرتك ان كان في حاجة بيني وبين حد من الجيران؟ مش عيب تتصنطي علينا وتخشي الأوضة بدون استئذان؟ طبعا طنط هي اللي طلعت التشنيعة دي عليا. انت ازاي تسمحي لنفسك تكلمي خالتك اللي في مقام امك بالطريقة دي؟ انت عايزانك قلمين عشان يلفوك؟ بس يا صلاح عشان خاطري. مش ممكن يا ليلى. عشان خاطري انا راضية، انا راضية. انا معقولة برضو ممكن اعمل كده؟ ده انت زي بنتي حبيبتي. الله اعلم. شايفة؟ معلش خدي عقدتك. يلا يا ماجدة، يلا يا حبيبتي، يلا. يلا يا ميرفت، يلا. ميرفت
ايه؟ رحت المستشفى؟ هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ لا انا جيت من الكليه لقيتهم كلهم خرجوا. الفرق يخض بين المستشفى الخصوصي اللي كانت فيها ماجده والمستشفى اللي خدتنا الكليه نزورها النهارده. ده انتوا كمان نقولكم مستشفى معقوله. معقوله؟ ده لو حد دخلها بعقله لازم يتجنن جواها. اللهم احفظنا. عن اذنك بقى اكمل المذاكره اللي في ايدي. شريف، انت وافقت تتجوز ماجده؟ انا ما رضيتش ارد على تلميح باباكي عشان ما يعتبرش رفض ده عدم عرفان بالجميل، خصوصا بعد ما عملني طول السنين اللي فاتت دي زي ابنه. وخصوصا انه جاب لك عربيه. كل ده عشان انت متردده تتجوزيني. عارفه لو كنت خطبتك ما كانتش فكره جوازي من ماجده دي جت على بال باباكي خالص. انا مش متردده ولا حاجه، انا رافضه فكره جوازنا خالص. اعتراضي على جوازك من ماجده مش عشان عاوزه اتجوزك انا. امال انت معترضه على اني اتجوز ماجده ليه؟ اللي تتجوزها دي لازم تكون بتحبها وعاوز تتجوزها فعلا، مش واحده مفروضه عليك زي ماجده. انت الانسانه الوحيده اللي ممكن احبها واتجوزها. انا حقيقي في ورطه. انا حظي وحش قوي معاك. طول عمري بستريح لك، كان نفسي اقضي بقية عمري معاك. صدقتوا ان مفيش حد في البيت وعايزين تعملوا اللي على مزاجكم ولا ايه؟ انت اتجننتي؟ ايوه اظن هتقول عليا اتجننت تاني وبتهيالي اني قفشتكم، مش كده؟ ايه قفشتكوا دي؟ في ايه؟ اتفضل يا بابا. البيت خطيبي والست اختي كانوا فاكرين مفيش حد في البيت وناويين ياخدوا راحتهم. انت اتجننت يا بنت. ما حدش يقول عليا اتجننت تاني. انا دخلت الاوضه لقيتهم قاعدين على السرير في حضن بعض الاثنين، واذا كنت انا اللي مجنونه وبيتهيالي وبخرف خليهم بقى يحلفوا على مصحف ان ده ما حصلش. البنت دي اتجننت، اكيد اتجننت. اتفضلوا اتفضل احلف على المصحف ان ده ما حصلش. احلف. تحلفي يا هانم عشان تعرف ان انا مش مجنونه، عشان تتاكد ان انا ما بتهيأليش. نجاساتي؟ ومع مين؟ مع خطيب اختك؟ مع خطيب اختك يا ميرفت. شريف، احنا كلنا اهل ببعضينا، فهمني ايه الحكايه؟ كل مشكله ولها حل. الا جنان يا ماما، ده غضب من ربنا ولعنته ورانا. اتفضلي مفاتيح العربيه اهي، اديها لعمي وخليه بقى يديها لعريس ماجده الجديد. شريف، انت لسه صح يا حبيبتي؟ الساعة بقت 1. انت ما خدتيش الدواء ولا ايه؟ لسه. عشان كده طبعا يا ماما قلت لك الدواء ده لازم تاخديه بعد العشاء على طول عشان يلحق يعمل مفعوله. ها؟ اصل الوقت بيفوت من غير ما اخد بالي. تصبح الخير. مساء الخير. مساء الخير. معلش يا بابا، اصل المحاضره بدات متاخره النهارده. انت لحقت تاكل؟ مش عايزه تسمع. صباح الخير يا ميرفت. اهلا، ازيك يا صفاء؟ باجي خدي راجعي معايا الدور بتاعي. يا ريت تسيبيني في حالي. عشان خاطري بقى، انا مش حافظه. بقول لك ايه، انا مش ناقصاك. عشان خاطري، عشان المسرحيه دي هندخل بيها مسابقه الجمال. يلا هات يا ستي.
عنه. لا يا عزيزتي، لا شيء من هذا القبيل. سترحلين في الصباح وسترحلين وحدك. هذه حياتك، حياة الوحدة. لقد مات لاري يا كيت. كيف مات؟ أنت تكذبين. إذا كنت تعرفين فكيف مات؟ أنا كنت أحبه. أنت تعرفين أنني كنت أحبه. هل كنت أنظر إلى أي شخص آخر ما لم أكن متأكدة من ذلك؟ ألا يكفيك هذا يا كيت؟ ألا يكفيك هذا؟ برافو برافو يا انسه، برافو. الأستاذ منصور باهي مخرج المسرحية. انت لازم تنضم لفريق التمثيل. أنا عمري ما مثلت قبل كده. تبقي موهوبه جدا. ممكن حضرتك تستأذني لي من بابا اشترك في فريق التمثيل بتاع الكلية؟ مش احسن ان انت تستأذني منه بنفسك؟ حضرتك مش ملاحظة انه مش مديني وش خالص؟ ويا ترى حكاية التمثيل دي بقى عاملاها حجة عشان ما تقعديش في البيت على قد ما تقدري؟ ابدا يا ماما ليلى، بس هم عايزين يشتركوا بالمسرحية في مسابقات الجامعة، والمخرج شايف ان الدور اللي عايزني اعمله ممكن اخد بيه جايزة. ان لاري قد مات يا كيت. لا تكلميني. إذا كان حقا قد مات قولي لي كيف مات. قولي لي كيف مات. لقد كنت أحبه يا كيت، وأنت تعرفين ذلك تماما. نعم كنت أحبه. هل كان بإمكاني أن أنظر إلى أي شخص آخر لو لم أكن متأكدة من ذلك؟ ألا يكفيك هذا يا كيت؟ ألا يكفيك هذا؟ ألا يكفيك هذا؟ مبروك مبروك يا ميرفت. متشكرة. مبروك يا صفاء. ميرسي قوي. هايلين جدا، هايلين جدا، رائعين. ايه ده انت ممثله هايله جدا يا ميرفت. الف الف مبروك. تفتكري ليه اخدتي جايزه في المسرحيه دي رغم ان المسرحيه نفسها كان ترتيبها متاخر في مسرحيات المسابقه؟ مش عارفه، يمكن لاني اندمجت في الدور جدا. انا حسيت زي ما يكون جات لي حاله نفسيه وانا بعمله، او كأن شيطان التمثيل تقمص روحي وخلى شخصيتي الحقيقيه تختفي خالص وتلبسني الشخصيه اللي بمثلها. لا يا ميرفت، انت تسيبك من حكاية التمثيل دي خالص. ليه بس يا ماما ليلى؟ معقوله اسيب حاجه باخد فيها جوائز؟ تغور الجوائز اللي بالشكل ده على اللي بياخدها كمان. لا يا ميرفت، اللي بتقولي انه بيحصل لك وانت بتمثلي ده حاجة تخوف، واحنا عيلة مش ناقصة، نجمنا خفيف. مساء الخير يا عم. مساء النور. شريف. نعم. ماجدة بنت خالتك اتصلت بيك 5-6 مرات. يمكن قصدك ميرفت يا عم؟ لا يا ابني ماجدة. دي طلبت مني اني ابلغك انك لازم تتصل بيها ضروري. وعايزه ايه ماجدة دي؟ انا مش فاهم. اتصل بيها وانت تحت. لا يا عم، انا مش ممكن اسمح لنفسي ان انا اكلمها. حضرتك نسيت ان هي السبب ان انا سبت البيت. رد على التليفون. رد على التليفون. الو. ايوه ماجدة. بتقولي ايه؟ بقول لك ايه، بكرة عيد ميلادي، اوعى ما تجيش. انا اسف يا ماجدة، مش هقدر. عم صلاح عارف انك هتعزميني. Day to you, happy birthday to Magda, happy birthday to you. Hey! كل سنة وانت طيبة يا حبيبي. طيب يا بابا. ثانية واحدة بقى يا جماعة. ايه اقطع التورتة، احنا جعانين. ثواني يا بابا، بس ثانية واحدة، في حاجة مهمة. هقطعها انا. لا لا لا، أنا عايزة أقول لكم على خبر حلو جدا يا جماعة. شريف خطبني. انا طلبت قبلك عشان اعرف رايك فيا بعد ما شفتيني على الشاشه. رأيي انك اتخلقتي علشان تبقي نجم. يعني فكرك انفع ابقى مذيع التلفزيون؟ هم هيلاقوا زيك فين؟
ده انت مكسب التلفزيون، شخصيتك جذابة وحضورك قوي، وعندك طلاقة مذهلة بالنسبة لشابة صغيرة أول مرة تظهر قدام الكاميرا. ده غير بقى إنك جميلة جدا. بس ممكن أعرف الصور دي هتقدميها فين بالظبط؟ هقدمها لمجلة عاملة مسابقة للوجوه الجديدة. برافو، فعلا الوش الجميل ده خسارة الجمهور ما تمتعش بيه. شوية بقى كده، لا كده، لا عينك فوق شوية، بالظبط كده. يلا همتك معايا بقى. انت جيت المكان المظبوط. على فكرة أنا أخصائي صور بورتريهات الفنانين. خليكي بقى معايا، بص ايدي هنا. أيوه. لا شوية هنا كده، بالظبط، تمام. بابا شفت صورة ميرفت؟ صورة ايه؟ ميرفت صورتها كسبت في الوجوه الجديدة. وجوه ايه؟ الوجوه الجديدة يا بابا، من بين الصور دي كلها هيختاروا شابين وبنتين عشان يطلعوهم في السيما، تصور. سينما؟ ايوه يا بابا. انت يا ميرفت؟ والله عال بنت انا في السينما. انت يا ميرفت تعالي هنا. ايوه يا بابا. ايه ده؟ ازاي تسمح لروحك تخش في مسابقه بالشكل ده من غير ما تاخدي اذني؟ كنت مستنيه لما يختاروا صورتي الاول وبعدين اقول لحضرتك. على اخر الزمن ناويه تطلعي لي ممثله؟ ما هو حضرتك وافقت اشترك في فريق التمثيل بتاع الكليه. انت مش عارفه ان في فرق بين التمثيل داخل الجامعه والتمثيل بره الجامعه الرسمي حاجه تانية؟ يا ريت اقدر اشتغل ممثله بدل ما اقعد استنى سنين وسنين بعد ما اتخرج على ما يجي لي جواب التعيين في القوى العامه. زيك زي بقيه زمايلك يا اختي. بس انا ما اقدرش. اشمعنى غيرك هيقدر؟ انا خلاص، انا البنات هيجننوني. بس انا ما استحملش افضل مسجونه في البيت بعد ما اتخرج. هفضل مستنيه يا التعيين يا العريس. يا حبيبتي شابة في جمالك، مش هتقعد تستنى العريس، وهتبقي مشغولة طول الوقت وانت بتنقي في طابور العرسان اللي عاوزين يجوزوكي. واذا كنت مش عاوزه اتجوز؟ طبعا، ما هو مش اي عريس ينفع. ما ترحميني بقى وارحمي نفسك. انا خلاص مش هتجوز، لا العريس اللي ينفع ولا العريس اللي ما ينفعش، كلهم ما ينفعونيش وانا ما ينفعهمش. اسمك ايه؟ ميرفت صلاح الدين. سنك كام سنة؟ 19. بتدرسي فين؟ في كلية الآداب، قسم علم نفس. المهم الشكل والتمثيل، وكلنا شايفين ان شكلك لطيف، يبقى فاضل التمثيل. ها، حافظلنا حاجة؟ لست بحاجة للطعام، ولكن هناك شيء أود أن أقوله لك. كيت، أريدك أن تفعلي شيئا من أجلي. أريدك أن تقولي له إن لاري قد مات، وإنك تعلمين ذلك تماما. أتفهمينني؟ لن أغادر هذا المكان بمفردي. لا أستطيع أن أحيا هكذا، صدقيني. سنذهب بعيدا بعيدا، هذا كل ما في الأمر. كم أحببته، تعلمين أنني أحببته، وإلا هل كان بوسعي أن أحب شخصا آخر إذا لم أكن متأكدة أنه مات؟ كيت، ألا يكفيك كل ما قلت لكي تصدقيني؟ ألا يكفي؟ برافو. قومي يا ماجدة نتمشى شوية. يلا يا بابا. علشان خاطري يا ماما ليلى، اقنعي بابا يسيبنا نروح الحفلة اللي عاملاها المجلة. قومي بينا نتمشى وسيبك من حكاية إقناعه دي. كفاية اللي حصل آخر مرة.
ما انا مش هعرف اكلمه، زي ما حضرتك شايفه كده، كل ما اجي في حته يسيبني ويقوم يمشي. وانا كمان مش هقدر اكلمه، لانك عارفه ان هو رافض مبدأ التمثيل ده من اساسه. ده انا غلطت لغايه ما حاولت اقنعه ان هو يسيبك تجربي بنفسك، يمكن تغيري رايك لما تحتكي بالمشاكل اللي بنسمع عنها في الوسط ده. معلش يا ماما ليلى، كملي جميلك، خليه يسيبنا نروح الحفله دي اهم من كل اللي فات. اهم في ايه بقى؟ اللي كسبوا في المسابقه هيتعرفوا على المنتجين والمخرجين اللي بيدوروا على وجوه جديده. طب والحفله دي هتبتدي امتى؟ الساعه 9 بالليل. حفلة ايه السواريدي اللي انت عايزة اسيب بنتي تروحها؟ انا لعلمك مش موافق على الكلام الفارغ ده، ومأجل اني اوقفها عند حدها لحد ما يرجع الدكتور يحيى واستشيره في حالتها هي كمان. يا شريف، صلاح هو اللي وافق انك تروح مع ميرفت الحفله. معلش روح المره دي عشان خاطري. اذا كان انا رايي من راي عم صلاح ومش طايق حكايه تمثيلها في السينما دي خالص، يبقى من باب اولى تروح معاها المره دي عشان ما تبقاش لوحدها ومحدش يستفرد بيها. ميعاد الدواء بتاعك يا ماجدة. الصبر يا ميرفت، بلاش خناق الليلة مع شريف بعد الخيانة اللي عملها ويخليها تخطبه قدامي. معلش، المهم يقف جنبك الليلة عشان حكاية التمثيل دي. حاضر. انا لازم انام بدري عشان عندي محاضرات الساعه 8 الصبح. انا بقى اللي ما بنامش الا بطلع الروح، واول ما اصحى من النوم ابقى مش عايزه اقعد في البيت، بس اعمل كل الحاجه عشان افضل بره اطول وقت ممكن، بالمذاكره في المكتبه او عند حد من زمايلي، او حضور الندوات، او اجتماع فريق التمثيل، او مروح الرحلات. تكونش دي بدايه الجنان؟ لا لا لا، اللي بتعاني منه ده رد فعل طبيعي نتيجه للضغوط اللي عليكي في البيت، واكبر دليل على انك مش مجنونه انك مدركه تماما للتغيير اللي حاصل لك وخايفه منه. عارفه لو انت مجنونه حقيقي كنت انكرت غرابه افكارك او تصرفاتك، وما كنتيش هتشعري اساسا انها غريبه. انت لسه صاحيه يا حبيبتي؟ مالك؟ طنط ليلى كلمت شريف في التليفون وقالت له يروح مع ميرفت الحفله. ما انا عارف، يعني قالت لي. حضرتك كمان قالت لك هي انها قالت له ابقى خليك قريب من ميرفت يا حبيبي، علشان لما اخطبها لك من انكل صلاح يبقى واثق فيك وما يعترضش. اصلها متاكده ان ميرفت بتحب شريف وشريف بيحبها قوي. باين عليك كده هتبقى دكتور شاطر قوي. يعني هبقى عريس لقطه وخساره تضيعيني من ايدك. المنتج صفوت سالم وصل. ده انا كنت ابتديت اشك ان حضرتك مش جاي لما الوقت اتاخر كده. هو في سهر بيبتدي قبل كده؟ مش هتقولي على الفيلم اللي وعدتني امثل فيه؟ تعالي لي المكتب يوم الاثنين الساعه 10. الساعه 10 الصبح؟ الصبح ايه؟ الساعه 10 الصبح اكون في السابع النومه. انت اتجننتي يا بنت؟ اتجننتي؟ راجعه لي البيت الساعه 2 بعد نص الليل. ما انا قلت لحضرتك اني ممكن اتاخر شويه. نعم،
بنات الناس المحترمين يا هانم لما يحبوا يتأخروا عن بيوتهم يتأخروا للساعة 10 للساعة 11 مش 2 بعد نص الليل، والبواب يصحى عشان يفتح لك الباب، والعمارة كلها تعرف وتسمع فضيحتنا اللي بجلاجل. ويا ترى سبب التأخير ايه؟ شغل السيمة ولا شغل السي شريف؟ خلاص يا صلاح، اهي ليلة ومش هتعدي. اخرس انت، مش عايز اسمع حسك خالص. طبعا ما انت لازم تغطي عليها، ما هي خطة انت عاملاها معاها، طبخينها سوا. بغطي عليها ازاي يا صلاح؟ دي بنتي واللي يمسها يمسني. وبعدين ايه حكاية خطة دي كمان؟ تنكر يا سهانم انك عاملة خطة معاها عشان تجوزيها الشريف؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ اكيد ماجدة. قال لي اللي قال لي. هاتي مفتاح الشقة. 7 آخر ميعاد دخولك البيت هنا، انت فاهمة؟ معقولة؟ اخلصي خالص! انت بقى فيك عقل عشان تعرفي المعقول من الجنان الرسمي؟ اهو المفتاح، مش عايز حاجة خالص. شفت يا ماما ليلى؟ عاجبك كده؟ كل كلمة والتانية يجيب لي سيرة الجنان؟ ماجدة تسمعك. الحبوب اللي بتاخدها بتخليها ميتة لحد الصبح. يا شيخة فلا الله ولا فالك، بعد الشر عليها. وهو الموت أشر من اللي هي فيه. أنا شخصيا لو يخيروني بين الموت والجنان أتمنى الموت. ياه، ده انت الواحد أحسن يسيبك للصبح. أبقى أتفاهم معاكي بعقل. انت كمان يا ماما ليلى هتقولي لي عقل ومش عقل. والله ما أقصد. لا 10 مش هينفع. متأخر ايه؟ ده بدري قوي. هو انتوا مش بتقعدوا ل2 و3 الصبح؟ خلاص اجيلكم الساعة 1. ماشي، يبقى بعد بكرة الساعة 1. اوكي باي. وإلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى نهاية السهرة. نرجو أحسن استمتعتم بها وتصبحون تصبحوا على خير. انت بتقولي يا ماما ليلى. معلش بلاش انا الليله دي، مش فاضي يا سيدي. السمانه داخله الشبكه الليله. ايوه البنت الطعمه اللي طلعت الاولى في المسابقه. يا عم سيد. ايوه يا فندم. روح انت وانا هقفل المكتب بعد ما اخلص شغل. حاضر. ايوه زي ما بقول. اتفقنا. ماشي طيب يا سيدي. فين يا رزق؟ مكتب المنتج صفوت سالم. ده الاستاذ صفوت سالم نزل خلاص. نزل؟ ما قالش راح فين؟ لا ما قالش. ايوه ميرفت، انت فين ما جيتيش ليه؟ مش ممكن، انا استنيتك اكتر من ساعتين. انا جيت والبواب قال ان حضرتك خرجت. غريبه، يمكن بس ما خدش باله. طب على العموم لازم تيجي بكره في نفس الميعاد.
عشان تمضي عقد بطولة الفيلم الجديد. بتقول ايه؟ بطولة الفيلم؟ ايوه، عشان انت طالعة الأولى في المسابقة. وعلى فكرة المكتب في الدور العاشر، وتطلعي على طول من غير ما تسألي حد. برضه رايحه له؟ هو مين ده؟ انا خفيت خلاص وبقيت كويسه وهو هيتجوزني ان شاء الله. ان شاء الله. امال مش سايباه في حاله ليه؟ طب تعالي بس خدي الدواء عشان خاطري، وبالنسبه للشيف اطمني خالص. ايوه عشان اروح في سابع نومه وبرضه تنزلي تروحي له. عيب يا ماجده كلامك ده. بقى انت عايزه تخطفي عريسي وتقولي لي انا اللي عيب؟ اسمعي، انا اللي هاخد الدواء ولا انت هتنزلي، انت فاهمه؟ لا بقى هنزل، مش ناقص كمان الاخت الصغيره تقول لي انزل وما انزلش. ورحمه ماما ما انت نازله. ورحمه ماما لا انا نازله. مش هسيبك تاخديه مني. ادخل. الاكل اللي سيادتك طلبته يا استاذ. حطه عندك يا عم سيد. حاضر. خد يا عم سيد. فندم يا استاذ. السيناريو ده يروح بسرعه للاستاذ احمد الطويل. دلوقتي يا استاذ؟ ايوه دلوقتي. تاخد تاكسي وتروح على طول، واول ما توصل خليه يكلمني في التليفون عشان عايزه ضروري. حاضر. يا منجم المهالك. مساء الخير. مساء الخير يا عم. اسفين يا بتر. خير. قول لنا هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ نعمل ايه؟ شوف يا صاحبي، احسن حاجه ان ميرفت تديها جنون. بكره اقدر اطلب اعفائها من المسؤوليه الجنائيه. وطبعا هيبقى من الصعب على النيابه انها تعرضنا، لان في حالتين امراض عقليه في العيله قبل كده. اسمك وسنك ووظيفتك وعنوانك. لو سمحت ركزي معايا وقولي لي ايه اللي حصل بالظبط. ميرفت كانت عايزه تقتلني عشان تتجوز خطيبي. طالبة جامعية تحاول قتل أختها ليخلو لها الجو مع خطيبها. اتفضلي يا ستي، اتفضلي شوفي فضحتنا اللي على صفحات الجرايد. المتهمه تعاني الان من حاله خرس هستيري حاد وانهيار عصبي. ووقت وقوع الحادث المؤسف لم تكن في كامل قواها العقليه، لذلك فاني اطالب بالافراج عنها، لان القانون يعفيها من اي مسؤوليه جنائيه. وقد دفع محامي المتهمة بجنون موكلته. ولكن المتهمة كتبت عدة مرات: أنا مش مجنونة. وادي يا فندم ختم المطار اللي يثبت اني ما رجعتش غير النهارده الفجر. حضرتك شفت ميرفت وماجدة قبل ما تيجي على هنا؟ ايوه.
ورأيك برضو ان ميرفت فعلا مجنونة؟ لا، اللي عند ميرفت رد فعل عصبي حاد نتيجة للضغوط اللي مرت بيها، واللي انتهت بوقوع اختها ماجدة على السلالم واصابتها، اللي سببت عند ميرفت فزع وخوف شديد جدا وشعور بالذنب. لكن انا شخصيا سالت ميرفت اسئله كتيره وهي ردت عليا كتابه، واكد لي كل الاجابه يعني اللي اجابتها ميرفت اكدت لي ان تفكيرها سليم وتفسيرها للاحداث ما فيهوش اي خلل يخليني اشك انها مصابه بمرض عقلي خالص. وايه طبيعه المرض ده؟ هو شعور مرضي بالشك، وفي الحاله دي الشك ده كان محوره عند ماجدة، وان ميرفت بتحاول تخطف منها الشخص اللي هي بتعتبره خطيبها. ويا ترى العدوانيه والعنف والاعتداء الجسدي من اعراض المرض؟ ايوه، خصوصا في حاله اهمال الاسره في التاكد من ان المريض بيتهرب من تناول الدواء. وحضرتك تنصح بايه؟ ايداع ماجدة مصحه نفسيه فورا لعلاجها بصوره مكثفه لتعويض فتره عدم تناولها الدواء. وبالنسبه لميرفت؟ ميرفت كانت في حاله دفاع شرعي عن النفس، وانا رايي الطبي انها برضه لازم تدخل مصحه للعلاج من حاله رد الفعل الهستيري اللي عندها، ولاجراء الفحوص الطبيه التي تقطع بخلوها من اي مرض عقلي. سلامتك، ألف سلامة حبيبتي. ازيك يا ماجدة؟ ازيك؟ تعالي تعالي. مبروك يا ميرفت، طلعتي براءة. قول لي مبروك كمان مرة. على ايه؟ على حاجة أكبر بكتير. شوقتيني. انت شايفني مجنونة؟ ما قلنا لا. مع ان اللي شفته وقعت ماجدة والدم والنيابة والفضيحة، اي واحدة مكاني كان لازم تتجنن، لكن انا بالذات ما حصليش كده. يبقى ايه؟ قولها يا شريف، يبقى ايه؟ شفتي بقى؟ يعني انا كلامي كان صح وخفيتي من الخوف اللي كان مسيطر عليك. الحمد لله. وليه ما تقوليش انه جنان من نوع جديد؟ بطل تريقة. الله. ايه؟ يعني كلمي يا نسا، في واحد عايزك. انت؟ انا دخت عقبال ما عرفت انك هنا وقدرت اوصل لك. خير، في حاجة؟ الاستاذ صفوت سالم عاوزك. عشان يتفق معايا على الفيلم الجديد؟ فيلم ايه يا بنتي؟ ده عايزك في سكة تانية. سكة ايه؟ الشهادة لله. انا شفت ان غير البنات التانيين اللي بيجوا عندنا المكتب، وعشان كده اول مرة مرضتش اخليك تطلعي له. انا عايز اخلص ذمتي من ربنا وياك للاخر. قولي بصراحة ايه الحكاية؟ انا عرفت من الجيران اللي حصل لاختك يوم ما كنت رايحه له، ويمكن ربنا عمل كده عشان ما تروحلوش. انت غوشتني قوي يا بنتي، ده كان مرتب اموره للاخر، وكان لا يمكن هتفلتي من تحت ايده، لكن ربنا خيب ظنه. قصدك؟ اديني قلت لك على اللي فيها يا بنتي، تروحي له ما تروحلوش انت حره. السلام عليكم. يعني ماجدة كمان انقذتني من صفوة سالم من غير ما تعرف. مبروك يا ميرفت. الله يبارك فيك يا دكتور. طمني يا دكتور، اخبار ماجدة ايه؟ قول يا رب. يا رب. ممكن اعدي على ماجدة قبل ما اخرج؟
طبعا، بس هي في الجنينه بره. ممكن لحظه؟ يلا شاهروا بسرعه. اخرج لنا بسرعة، ما تتأخريش علينا. عقبال ما تخرجينا انت كمان يا ماجدة. ادعي لي يا ماما.